السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا جماعة؟ ان شاء الله تكونوا طيبين وانتم بتشوفوا هذا الفيديو. طبعا يا اخوان انا هذا الفيديو متحمس كثير ومتشوق كثير عشان نشوف اقوى توقعات لعرض ساترداي نايت سمر سلام. قبل ما نبدا الفيديو يا وحش لا تنسى تزودنا باللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان بس انزل فيديو جديد يوصلكم تنبيه. ودون اي مقدمات يلا نروح على الفيديو. اول اشي يا اخوان بنبتدي بمباراة فخر العرب سامي زين ضد الدبابة برون بريكر. هاي المباراة يا اخوان راح تكون جدا 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 قوية. طبعا يا اخوان هاي المباراة انا اعتقد انه راح يصير فيها شغلة وتدخل من شخص انا ما اعتقد انه كثير ناس لسه ما بتعرفه وما بتعرف مين هو. وهذا الشخص اذا انتوا تتوقعوا لي وبتحضر مصارعة صح اكتب لي اياه تحت بالتعليقات. الشخص اللي راح يتدخل بمباراة سامي زين وبرون بريكر وكمان راح يساعد سامي زين. اعطيتكم تلميح راح يساعد سامي زين، واكتبوا لي هذا الشخص بالتعليقات، واللي حيكتب الشخص الصحيح راح اطلعه معاي بالفيديو الجاي. طبعا يا اخوان هاي المباراة راح تكون زي ما قلنا جدا قوية. وطبعا لا ننسى مباراة على الانتر كونتيننتال تشامبيون. وصراحة اللي راح يصير بالمباراة كالآتي: راح يتدخل هذا الشخص اللي حكيت لكم عنه اللي تكتبوا لي اياه بالتعليقات، يجي يساعد سامي زين، ومن غلطة منه سامي زين يخسر لقب الانتر كونتيننتال، واللي حيفوز هو الدبابة برون بريكر. بعدين يا اخوان بنروح على ماتش لوغان بول ضد LA نايت على لقب اليونايتد ستيتس تشامبيون. يا اخوان انا اصلا اكبر غلطة عملها WWE انه فوز واحد اسمه لوغان بول. انا عندي تساؤلات كثيرة. هلا رومان رينز اللي نفسه رومان رينز اللي ما بيظهر بالعروض كثير وهو الاندسبيوتد WWE يونيفرسال تشامبيون كان يظهر اكثر من لوغان بول اللي حامل لقب الامريكان تشامبيون او اليونايتد ستيتس تشامبيون. على ما اعتقد انه اغبى اشي عمله الاتحاد WWE فوز لوغان بول بلقب اليونايتد ستيتس تشامبيون. اخوان لوغان بول توب 5 بمبيعات WWE من ناحية مشروب ببرايم، من ناحية ملابس لوغان بول، يعني الستايلات لوغان بول كلهم قاعدين بينباعوا وقاعد بصير حاليا بدخل مصاري للاتحاد. فانا على ما اعتقد انه اللي راح يفوز هو لوغان بول. انا بتمنى انه LA نايت هو اللي يفوز، بس الاتحاد ما راح يخسر لوغان بول هسه. اللي راح يخسر لوغان بول بالمستقبل هو المين ايفنت جاي اوسو. بتقول لي ما انا شو دخل جاي اوسو بلوغان بول؟ عشان اقول لك انه بكراون جول 2022 كان فيها عداوه بين رومان ولوغان، وكان لوغان كان جاي كان هو اللي اكثر واحد كان حاقد على لوغان بول. فجاي اوسو انا متاكد انه راح يخسر لوغان بول لقب اليونايتد ستيتس تشامبيون، وراح يحقق المين ايفنت اول لقب له بالدبليو WWE. وزي ما قلنا اللي راح يفوز بالمباراه هو لوغان بول، مع اني انا كثير بشمئز منه، وانا بتمنى جدا انه يفوز الميجا ستار LA نايتس. بعدين يا اخوان بنروح على المباراة ديميان بريست والجنرال جونثر. طبعا يا اخوان هاي المباراة اللي راح يصير فيها كالاتي: المباراة هاي انا بحكيكم اياها راح يصير فيها تدخلات كثير تدخلات ما بتتوقعوها. يعني اول اشي يا اخوان اللي راح يتدخل بهاي المباراة فين بالر وجي دي ماكدونا ودومينيك وليف مورغان وريا ريبلي. بتقول لي ايش دخل ليف مورغان بديميان بريست؟ عشان اقول لك انه بعد ما صار دومينيك ميستيريو صار يخلى ليف مورغان تعيط او تبكي، يعني عشان ريا ريبلي.
بوعدك انه ليف مورغان راح تتدخل بالمباراة وتساعد الجنرال جونثر على خسارة ديميان بريست اللقب. واللي حيصير بمباراة كالآتي: ديميان بريست راح يكون يلعب ضد جونثر، فجأة يدخلوا الجادجمنت داي عشان يساعدوا ديميان بريست. برضه من غلطة منهم من الجادجمنت داي يغلطوا ويخلوا ديميان بريست يخسر اللقب بسبب غلطة بسيطة منهم. فين بلار بجوز يعمل الحركة لديميان بريست، او جيجي ماكدونا يعمل الحركة لديميان بريست. بس انا اكثر واحد بتوقع له انه راح يعمل الحركة الغلط لديميان بريست هو فين بلار. تقول لي يا مهند شو دخل فين بلر؟ وقول لك فين بلر هو اكثر واحد حاقد على ديميان بريست، وانا بتوقع انه راح يفوز جنرال جونثر، مع اني انا بفضل كثير انه يفوز ديميان بريست يكمل مسيرته باللقب. كثير ناس حابه جونثر يفوز، بس انا حاب شخصيه ديميان بريست، لانه ديميان بريست قاعد بتحول لفيس بالشخصيه المحبوبه شوي شوي. فانا يعني بحب اشوف الشخصيه المحبوبه وهو بكون حامل اللقب، زي مثلا فخر العرب سامي زين، كثير حبيت شخصيته وهو حامل لقب الانتر كونتيننتال. فهنا زي ما قلت لكم يا اخوان اللي راح يفوز الجنرال جونثر، بس انا بفضل اللي يفوز ديميان بريست. بعدين يا اخوان بنروح على اقوى مباراة موجودة عندنا بعرض السمر سلام: البيست ان ذا وورلد سي ام بانك ضد المحارب الاستوكلاندي درو ماكنتاير. طبعا يا اخوان المباراة هاي راح تمشي نظيفة، يعني مش فيها تدخلات. اول اشي يا اخوان لا ننسى انه السبيشال جيست ريفري هو سيث فريكن رولينز. فيعني اللي راح يصير كالآتي: انا بقول لكم في تسريب طلع هلا قبل شوي قرأته انه سيث فريكن رولينز راح يكون مايل لدرو ماكنتاير اكثر. بتقول لي ليش يا مهند سيث فريكن رولينز مايل لدرو ماكنتاير اكثر؟ عشان اقول لك انه سيث فريكن رولينز بيكره سي ام بانك بالحقيقه، حتى يعني مش يعني ما مو على اساس يكره بالحقيقه زي مثلا يصف مع درو ماكنتاير، لا يعني تقدر تحكي سيث فريكن رولينز فيه ودرو ماكنتاير صداقه كثيره صغيره بينه وبينه. فانا يا اخوان اللي اقول لكم يا اخوان اللي حيصير كالاتي: سي ام بانك راح يجي يفنش درو ماكنتاير، وبعدين يجي يعد سي ام بانك على درو ماكنتاير، سيث فريكن رولينز يعد العد الواحدة والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة لل20، ما يخلص المباراة تمام ولا يقرع الجرس إلا لما يفوز درو ماكنتاير. فأنا بقول لك سيث فريكن رولينز كرهان سي ام بانك، أكيد يعني راح يصف مع درو ماكنتاير لأنه هيك التسريبات بتحكي. فأنا هنا بقول لك اللي راح يفوز هو الستوكلاند وورير درو ماكنتاير. وانا بتمنى عن جد يفوز درو ماكنتاير، لانه اذا ما فاز درو ماكنتاير الصورة اللي حتشوفوها هسه امامكم هو اللي راح يصير بعد سمر سلام. فيلا يا اخوان نروح على المباراة اللي بعدها. بعدين يا اخوان بنروح على المين ايفنت وساتردي سمر سلام اللي بتكون من ذا ساموان سبايك سولو سيكوا وذا امريكان نايت مير كودي رودز. بطوة يا اخوان هاي المباراة راح يرجع فيها عودة الترايبل تشيف رومان رينز. طبعا هذا الاشي يعني الكل عارفه انه الترايبل تشيف راح يرجع بمباراة سمر سلام الاتي: سولو سيكوا راح يجي يفنش كودي رودز، بعديها يعمل له ساموان سبايك ويوقع كودي رودز على الارض. فجأة بنلاقي راندي اورتن وكيفن اوينز جايين يساعدوا كودي رودز، يجي يضربوا سولو سيكوا. بعدين بيطلعوا الحيوانات البشرية تاما تونغا لوا جاكوب فاتو عشان يساعدوا سولو سيكوا. بعدين البلود لاين اللي بتكون من جاكوب فاتو وتاما تونغا وتونغا لوا يقوموا سولو سيكوا. بعديها يا اخوان بعد ما يقوموه فجأة راح يصير تدخل من الترايبل تشيف رومان رينز. نعم اول ما يجي يفنش كودي رودز ويعد يتدخل رومان رينز، بس الله العليم اللي راح يرجع معاه ذا الشيلد او البلود لاين فيرجن 1. الله العليم سمر سلام كل شي ببين. بس انا يا اخوان عندي توقع ثاني. التوقع الاول حكيت لكم اياه انه رومان رينز حيتدخل مع البلود لاين او مع ذا الشيلد. التوقع الثاني انه رومان رينز ما راح يرجع بسمر سلام، راح يرجع بعرض سماك داون اللي بعد سمر سلام. وبتوقع اللي يجي يدخل بدال رومان رينز ذا بيست الوحش بروك ليزنر.
انا على ما اعتقد بروك ليزنر راح يتدخل البلود لاين وقوم وقاعد يا بروك، قوم وقاعد يا يسحق سولا سيكوا. راح يجي وريث العهله الجديد صغير سولا سيكوا. اللي بقول لي طب شو دخل بروك ليزنر بسولا سيكوا؟ اللي عملوه بول هيمن هذا اشي بتحدث على بروك ليزنر. هذا الاشي اللي عمله البلود لاين فيرجن 2 ببول هيمن بتحدث عن بروك ليزنر. والحركة اللي عملوها ببول هيمن انا متأكد انها مقصودة ومتأكد 1,000,000%. وحركة بول هيمن بالهيل اوف فيم لما ذكر سيرة بروك ليزنر وبرضه متأكد انها مش صدفة. ومتأكد 1,000,000% انه بروك ليزنر راح يرجع بسمر اسلام، خاصة بعد ما انتهت قضيته. اللي ما بيعرف انا هسه قاعد بقرا على اخبار قام مسوي لكم الفيديو. بروك ليزنر نهى قضيته وصار الان فري ريسلر، يعني مصارع حر. تمام. طبعا يا اخوان انا صممت لكم فيديو هو اللي راح يصير بسمر اسلام، شوفوا لي اياه وقولوا لي هذا الاشي راح يصير بسمر اسلام، واذا ما صار علموا على كلامي خالص. طبعا يا اخوان بعد ما شفت الفيديو وهذا يعني نسبة 90% او 100% اصلا يصير، لانه انا هسه بعد ما قرأت خبر انه فري بروك ليزنر مصارع حر، انا متأكد راح يصير هيك بسمر اسلام. وبالنسبة للترايبل تشيف رومان رينز بنسبة كبيرة برضه يرجع، ممكن بسمر اسلام او ممكن، وهي بحكي لكم يعني الاقتراح الثالث، او ممكن بعرض سماك داون اللي بعد سمر اسلام. طبعا احنا حكينا اقتراحين، الاقتراح الاول رجوع رومان رينز مع البلود لاين او مع ذا شيلد، او رجوع الوحش ذا بيست بروك ليزنر. وهو راح يكون الاقتراح الثالث هو الاقتراح اللي كثير ناس بتقترحه وانا ما بتوقع انه راح يصير، بس اتمنى انه راح يصير. طيب يا اخوان الاقتراح الثالث اللي بكون مثلا لما زي ما قلت لكم سولو سيكوا قاعد يفنش دي امريكان نايت مير كودي رودز، فجأة يتدخل رومان رينز، فجأة دنق اغنية ذا بيست بروك ليزنر ويجي مع رومان رينز. بعديها يا اخوان رومان رينز وبروك ليزنر يبقى لو اجتمعوا بمكان واحد، تخيلوا هيك يصير بليلة سمر سلام. بروك ليزنر ورومان رينز يرجعوا نفس الوقت ويتحدوا مع بعض بس عشان يقضوا على البلود لاين، برضه بنسبة كبيرة يتصير. بس انا ما بتوقع انه يتصير، بس في بعض الصحف هيك بيحكوا اجتماع بروك ليزنر ورومان رينز مع بعض في عرض سمر سلام، عشان بول هيمن وبروك ليزنر بيخصهم الاثنين. فانا بتوقع انه الاقتراح الاول هو اللي راح يصير، انه رومان رينز هو اللي راح يتدخل مش بروك ليزنر. بس انا بتمنى يصيروا كل الاقتراحات كلهم خير وبركه يعني. وانا يا اخوان بتوقع اللي راح يفوز بهاي المباراة هو ذا ساموا سبايك سولو سيكوا، لانه غلط هسه سولو سيكوا يخسروه، لانه هاي اول مباراة بلعبها على لقب موجود في الدبليو دبليو اللي هو الاندسبيوتد دبليو دبليو يونيفرسال تشامبيون. ولهنا يا اخوان وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. اتمنى يا اخوان تضغطوا لايك والاشتراك، اكتبوا لي بالتعليقات شو توقعكم لهاي المباريات، عشان يطلع توقعك صح راح اطلعك بالفيديو الجاي وتشوف توقعك صح ولا لا. كان معاكم وانا الضراغمي من قناة ذا ريسلر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.